يلا يا سلمى، هتعوزي حاجه؟ يا اخويا ما لسه بدري، كنت اقعد معايا شويه. لا يا دوب كده بقى، مش توكل على الله. طب مش تنسى تسلم لي على امك وابوك. الله يسلمك. يلا ما يجي جوزك من الشغل بسلمي لي عليه. ماشي حاضر. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. وفرتوا عليا. انا جاي لك اصلا وماليش نفس ان انا اطلع لك فوق. في ايه يا بابا؟ خدي يا وكسه بقى، مش عارفه تعملي طبق مهلبيه؟ نزلي لي طبق المهلبيه ناقص سكر ودلع ومش مالوش طعم خالص، ما بتعرفش تعملي اي حاجه. ما تنظبطي كده يا بيت مالك في ايه؟ اهدى ولا بس يا ماشيكي عم. مع اخوكي؟ اهدى بس يا عم الحاج، في ايه؟ اهدى ايه بس؟ ده وكسه يا اخي، ما بتعرفش تطبخ ولا حتى طبق المهلبيه بتنزلي الاكل ناقص ملح. حتى طبق المهلبيه عارفه ان انا باكله مسكر، منزلوا له ناقص سكر. ما تنظبطي كده ولا في ايه؟ ولا خليك تمشي مع اخوكي. خدي يا موكوسه، خدي تكوني تنظبطي. شايف يا اخويا؟ هو بقى انت عارفه بيحب السكر، زود له في السكر شويه. والله يا اخويا مظبوط ومحدش قال عليه حاجه. معلش ما تزعليش نفسك، هو راجل كبير واعتبريه جد زي ابوك. ماشي يا اخويا. يلا هتعوزي حاجه؟ عايزه سلامتك يا يلا، اخويا. سلام. وعليكم السلام. ليه كده بس يا بابا؟ والله لا رن على عمتي نوره. ايه يا عمتي؟ ينفع كده بابا يحرجني قدام اخويا؟ مش عارف انت سكر ولا ملح معلش ولا يا ايه سام، ظروف؟ معلش يا سام، انا غلطانه لك يا سام. لا مش هتزعلي نفسك والنبي، حقك عليا. معلش. ماشي، ربنا يهديكوا. سلام سلام. مالها سهام؟ هو انتوا عيله كده على طول بتاعت حوارات ومشاكل؟ اسكت يا حماده، ابويا مزعج فيها يا حماده. مزعج فيها ليه؟ مزعج فيها ليه؟ سهام عامله مهلبيه يا حماده. عامله ايه؟ مهلبيه. حلبيه؟ اه. ومنزله طبق لابويا يا حماده. يقوم كل نص وطالع لها بالباقي، يزعج فيها واخوها واقف. يا حماده ينفع؟ مزعج فيها ليه؟ شبع يعني؟ مطلع نص الطبق شبع ولا ايه؟ شبع يا حماده، مطلع نص الطبق يقولها المهلبيه ناقصه سكر. ناقصه سكر؟ اه. طلع يزعج عشان ناقصه سكر؟ امال ايه؟ طب ما يزعج يعني، ده راجل كبير استحمل وما يعمل اللي هو عايزه براحته. ماشي يا حماده، راجل كبير على عيننا وعلى راسنا، بس طلع ولاد اخوها واقف معاها، مش يزعج لها قدام اخوها يا حماده. يا ست بقول لك ايه، يزعج ولا ما يزعجش؟ بقول لك ايه، اتصلي بيه خليه يجي، قولي له هتاكل النهارده مهلبيه من ايد حماده جوز بنتك، خلصان. انت اللي هتعمله بايدك؟ بايدي وانا اغلى؟ عندي اغلى منه؟ والنبي ابويا دي غالي عليك. او النبي يا حماده هرين عليه يجي بدل ما يعمل مشكله هناك. طب خلاص خليه يجي، هعمل له انا مهلبيه. ماشي هكلمه. انا هعمل له مهلبيه. مهلبيه؟ تعالى يا بابا، اتفضل يا بابا. تسلمي لي يا بنتي. عامله ايه؟ الحمد لله والله يا بابا. وجوزك عامل ايه؟ كويس والله يا بابا. هنادي لك حماده. ماشي. هو فين؟ مش عايز يسلم عليا ولا ايه؟ لا يا بابا هناديهولك اهو. ماشي يا بنتي. ماشي. عشان وحشني بس. حماده ايه يابا؟ ابويا يجي. يجي؟ اه. طيب خلاص بقول لك ايه، ايه؟ هاتي له بقى المهلبيه بتاعته. المهلبيه اللي انت دبستني فيها على اساس ان انت اللي عاملها. راحت عليا نومه، ما انا وانت واحد، ايه المشكله يعني؟ خلاص ماشي يلا. هجيبها. ماشي. ماشي يا ابو نسب. ازيك يا جوز بنت؟ عامل ايه؟ حبيبي. الحمد لله والله تمام. تسلم لي. انت ايه عامل ايه؟ بسم الله ما شاء الله يا عريس، عيني عليك برد. انت مالك شكلك زعلان؟ في ايه مالك؟ انت على طول زعلان كده؟ حبيبي دايما بتجاملني كده. لا لا جاملك انت، تمام. انت مكان ابويا الله يرحمه، وايه اللي انت بتقوله ده؟ تسلم. هات يا نور. اتفضل يا بابا. ماشي يا بنتي. هعمل لكم الشاي. ماشي يابا، تسلم ايدك. دي المهلبيه اللي انت عاملها؟ مش الكدب خيبه، مش انا اللي عاملها، انا راحت عليا نومه، بنتك اللي عاملاها. لا. انا وبنتك واحد يعني، ايه المشكله؟ طبعا مادام بنت اللي عاملاها يبقى 100 100. ما انا عارف الطبق ده بتاعك كله. تمام. انا مش عايز منك حاجه، ده بتاعك انت لوحدك. مش تستعجل، كله لوحدك. ايه رايك؟ ايه يا حماد؟ حلو. حلو جميل. مش طب. بنت اللي عاملاها يا ابني؟ اه. انا عارف يا ابني من غير ما اكل اصلا نفسها حلو في الاكل وفي كل حاجه. مهلبيه جميله. هي احسن واحده تعمل مهلبيه. طبعاً، الله وكيل، طبعاً. هكدب عليك. كل تاني. املى المعلقه، ده كله بتاعك انت، مش هاكل منك حاجه، مش بالنص، ده بتاعك لوحدك. ايه رايك في المهلبيه؟ جميله تسلم ايديها. عجبتك؟ اه طبعا يا ابني. جامده يعني؟ طبعا. يا نوره تعالي يابا هنا. نعم. انت اللي عامله المهلبيه دي اه. صح؟ اه. عاملاها بايه؟ عاملاها بملح. حط عليها ايه؟ ملح. علي صوتك يا ملح. نوره. دي معموله بايه؟ ملح والله. روحي بقى هات الشاي. ايه رايك؟ الله يبارك لك. اشرب بنتي زي العسل من غير ما ادوق. ايه رايك في المهلبيه يا عم؟ تقول لي لا مش بنتي؟ عيب عليك. من غير ما ادوق، ريحتها باينه. دي يا عم اللي انت بتاكلها دي وخلاص جربت تخلصها، معموله بملح. عارف انت كان على قلبك زي العسل وما اتكلمتش ليه؟ عشان بنتك اللي عاملاها. عيب، انا عرفت الموضوع. لما تطلع تشتم مرات ابنك قدام اخوها عشان المهلبيه ناقصه شويه سكر، عيب. وفي نفس الوقت تبلع الزلط لبنتك. انت جربت تخلص المهلبيه وهي معموله بملح. لو لبنتك يا اسطى تستر، لكن لبنت الناس تفضح.
بنتك تغلط اهي لسه بتتعلم، لكن بنت الناس يتحلج لها قبل المشنجه. الله يسترها معاك يا ابو الحاج. معلش زي ما انت عندك بنتك عايشه في بنت الناس في بيت الناس، اعتبر مرات ابنك يا اخي زي بنتك. يا اخي لله عيب جو لما تزعج وتعمل مشكله عشان خاطر حاجه هايفه زي كده. معلش تتداوى، ما هي بنتك يعني مش بسم الله ما شاء الله ما هي مايله. الله يسترها معاك. زي ما انت بتبلع الزلط لبنتك مره واحده في العمر، ابلعه بس لمرات ابنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.